كثير من اليوتيوبرز المشاهير انسجنوا لأسباب تعتبر غريبة نوعا ما. عشان هيك في فيديو اليوم بدنا نحكي عن يوتيوبرز دخلوا السجن. اليوتيوبر الأول هو ايشو سبيد، يوتيوبر أمريكي عنده عدد مشتركين وجمهور كبير. سبيد كان فاتح بث مباشر وفجأة الشرطة دخلت على البث واعتقلوه. سبيد كان بيحرق البلاي ستيشن في البيت، ولكن كان بيسأل الشرطة إذا مسموح يحرق البلاي ستيشن في البيت أو لا. I have a lighter and I have a PlayStation 4. And I'm thinking about lighting my PlayStation 4. And I don't know, it's like is that ولكن يا صديقي، سبيد ما اعتقلوه الشرطة عشان كان بيحرق البلاي ستيشن، عشان الشخص اللي كان يتكلم مع سبيد على الهاتف هو صديق سبيد وليس شرطي. وبعد 3 أيام من اعتقال سبيد رجع فتح بث، والسبب يلي أجت عليه الشرطة كان متابع بيعرف مكان سكن سبيد، واتصل على الشرطة وحكى لهم في شخص بشكل تهديد. وبالنهاية انتهت القصة وسبيد طلع منها. اليوتيوبر الثاني هو محمد عدنان، يوتيوبر فلسطيني صانع أفضل محتوى رياضي على يوتيوب. محمد عدنان في عام 2010 كان مع أخوه عز، وفجأة أجاهم شخص وصار يغلط عليهم وضرب محمد عدنان، ومحمد عدنان ضربه وصارت بينهم مشكلة. والشخص راح وقدم بلاغ على محمد وشهد زور في المحكمة وجاب ناس تشهد زور، ومحمد عدنان انسجن شهر بسبب هيك إشي. أما هذا الشخص في حياتي لم أرى أسوأ منه. هذا الشخص توفى قبل 4-5 شهور. إيش يا محمد؟ تتكلم عن شخص متوفى؟ كيف تحكي هذا الكلام؟ لا يجوز على الميت إلا الرحمة. لا ورب الكعبة، هذه من عندك، هذا موروث عربي خاطئ. من؟ من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هذا الشخص كان تخصصه الفحشاء والمنكر. هذا الشخص في يوم من الأيام جاء على المحكمة ووضع يده على المصحف الشريف وحلف بالله العظيم رب العرش العظيم أن يقول الحق ولا شيء سوى الحق، فقال الكذب والزور ورب الكعبة، وأحضر 8 شهود زور وشهدوا له زور. هذا رجل بسبب وأنا انسجنت ولليوم بدفع الثمن. انسجنت لمدة شهر ظلما وزورا وبهتانا، اليوم بدفع ضريبتها. هي توفى صح؟ والله إني شامت، وبموت الطغاة والظلمة فلنفرح ورب الكعبة فلنفرح. يمكن الناس تقول لك إيش يا محمد شو بتحكي، شو هالكلام؟ لا يا جماعة، مثقفين في ذلك وقارئين وعارفين. بموت الطغاة والفجرة فلنفرح، لأنه بموتهم ينتهي طغيانهم وينتهي فسادهم. أحمد أبو الروب، يوتيوبر أردني كثير منكم بيعرفوا، عنده قناة فيها 8 مليون مشترك تقريبا. أبو الروب كان محتواه الانتقاد، يعني ينتقد ناس وينتقد تصرفاتهم وفيديوهاتهم، وبسبب هيك محتوى أبو الروب صارت معاه مشاكل كثير وانرفعت عليه قضايا، وبسبب هيك إشي صار معاه قرر يغير المحتوى كامل. والصراحة محتواه صار أفضل بكثير وصار قوي جدا وبيتعب كثير على هيك محتوى. المحتوى القديم إشي كان مدمرني وما كان حد يعرف، ولا حتى أهلي كان يعرف عن الموضوع، اللي هو التهديدات والسجن. نفس الشيء في يوتيوبرز معينين كنت حاكي عنهم، صراحة ما كنت حاكي إشي قوي، كنت حاكي إشي كثير بسيط، بس بدل ما يبعثوا لي يحكوا لي أحمد شيل هذا الإشي ضايقني، أجوا على الأردن ورفعوا علي قضية، والموضوع كان كثير أسوأ أيام حياتي. أقسم بالله يا جماعة أنا ما انسجنت على الكامل، الوقت صارني ما انحطيت في السجن، انحطيت في نظارات. النظارة هي عبارة عن مكان تستنى فيه قبل ما يحطوك في السجن. حطيت في غرفة مع واحد طاعن افلام، مستحيل تتنازل عن الشكوى، يعني ما كنت حنحط في نظارة، كنت حنحط في السجن على الآخر. تخيلوا في هذيك اللحظة أنا جد قلت بكفي يا أحمد، المحتوى تبعي يا جماعة جاب لي كوابيس. اليوتيوبر الثالث جو حطاب، يوتيوبر أردني صانع أفضل محتوى في الوطن العربي. جو حطاب محتواه ممتع جدا. في يوم من الأيام جو حطاب كان في الأردن في كهف أهل الكهف بيصور فيديو بطائرة الدرون، وبسبب هيك إشي جو حطاب انحجز يوم كامل. أهل الكهف هل هو مفتوح الآن؟ ايوه مفتوح ان شاء الله، بس شايفين إخوان كهف أهل الكهف. أن سبب توقيف الرحالة الأردني جو حطاب جاء بعد تصويره بواسطة طائرة دون طيار قرب وحدة عسكرية. في الأردن ممنوع أي شخص يستخدم طائرة الدرون بدون تصريح، عشان هيك حجزوه يوم كامل بسبب الطائرة. دايلر، يوتيوبر مشهور عنده 8 مليون مشترك. دايلر راح للإمارات عشان يصور فيديوهات للقناة الخاصة فيه، ولكن دايلر كان مع أصدقائه في البيت الخاص فيه، والشرطة أجت عندهم واعتقلتهم بتهمة حيازة الممنوعات. يعني دايلر وأصدقائه كان معاهم ممنوعات وحكموا عليه السجن لمدة سنة، وبعد سنة طلع دايلر وبدأ في محتوى جديد. عبد الرحمن، يوتيوبر سعودي محتواه مقالب داخل التاكسي. في يوم من الأيام عبد الله عمل مقلب سبب له مشاكل كبيرة. عمل مقلب في شخص سوداني، والشخص هذا رفع عليه قضية، والشخص طلع يحكي في فيديو إنه عبد الرحمن دمر حياته وخلاه ينفصل عن عائلته وعن أولاده. فكرة يا اخوان مرة رهيبة. مو صح انا عندي صاحبي مشعل يقلد الصوت بنات، حلبسه عباية تمام واخليه كذا يوقف في شارع حلو وحيطلع معايا زبون
حيركب معايا غالبا زبون باكستاني هندي يمني مصري ايا كان، يعني حيكون واحد في الشارع ما اعرف من هو، حيركب جنبي وبعدين حمشي شويه والاقي مشعل اللي هو لابس، حيكون لابس عبايه وحيركب ورا، تمام؟ بعدين حوقف مثلا في سوبر ماركت وانزل من السياره واخليهم لحالهم، حلو؟ ولما ننزل من السياره مشعل اللي قلد اصوات بنات ايش حيسوي؟ حيبدا يتكلم مع الزبون هذا، يتغزل فيه. اقسم بالله ما لي فيه حاجه، واقف في الشارع على عيالي اتطلب الرزق، وجاني وقال لي عندي عمل، وجاني وطبق فوق المنظر، والله ما اعرف حاجه، انا انسان امي، وهذا التلفون والله مبر علي به واحد، ما كان عندي تلفون وسع ما اعرف عليه، ولا اعرف اكتب ولا اعرف اقرا، ما اعرف اي حاجه والله طبق فوق منظر، خسر علي الدنيا كلها، وخسر علي بيتي هناك مع عيالي مع اخواني مع هناك، دحين حتى اولادي اقسم بالله خلق لي معاهم مشكله، ما هسه ما اقدر اكلمهم في التلفون، رافع امري لله ورافع على المحكمه العليا، واقسم بالله العلي العظيم ما سامح له يوم الدين. والشرطة ألقت القبض على عبد الرحمن وعلى صديقه يلي قلد صوت البنت. اليوتيوبر الأخير هو مستر بيست، أقوى يوتيوبر في المنصة. صديق مستر بيست عمل فيه مقلب واتفق مع الشرطة إنهم يعتقلوا مستر بيست، والشرطة لاحقت سيارة مستر بيست ووقفوه واعتقلوه وأخذوه للسجن، وبعدها خلوه يحكي مكالمة، وفي المكالمة كان صديق مستر بيست وحكاله إنه عمل فيه مقلب. Not yet. I'm almost there, and Bobby's almost to his. I'm behind him, getting ready to light him up. He missed the spot. We're still going straight. He missed it. We're pulling in the parking lot. Stand by. وهيك بكون وصلت لنهاية فيديو اليوم. أتمنى الفيديو أعجبكم. إذا حابين نحكي عن إشي معين اكتبوا لي في التعليقات، واشترك في القناة واعطيني لايك للفيديو. كان معاكم الباشا، سلام.